اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء الخيرات على عيونكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية من يوميات آية، ودي قناتي. قبل ما نبتدي كده ونشوف العظمة دي كده، عملنا حبة قلقاس كده باللحمة. نصلي على الرسول في التعليقات ونعمل اللايك الجميل بتاعنا. ولو مش مشتركة في القناة يا ست الكل، احب اقولك اشتركي في القناة ودوسي على زرار الاشتراك للكل عشان يوصلك مني كل جديد، وفعلي زرار الجرس. احب اقولك انك هتبقي تاج على راسي. شايفين عملنا حبة قلقاس عظمة لعشاق القلقاس وعشاق الشتاء واكلات الشتاء الجميلة. بصراحة عملنا عظمة عظمة زي ما انتوا شايفين كده، وعملنا معاهم حبة رز بالشعرية. طبعا عملنا معاهم حبة شوربة لسان عصفور لزوم الشتاء وكده. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على الرسول ونعمل اللايك الجميل بتاعنا، وتعالوا نشوفوا عملنا العظمة دي ازاي. انا هنا اشتغلت على نص كيلو من اللحمة. معلش البخار بتاع الحلة قافل على الكاميرا. انا حطيت عندي حلة، طبعا عارفين كلنا بنسلق اللحمة ازاي، وحطيت اللحمة فيها. ومعايا هنا حزمة من اللي هو السلق بتاع القلقاس. بنجيبه طبعا من عند بتاع الخضار، بيبقى مع القلقاس كده بنشتروه. ومعايا نص حزمة من حزمة اللي هي الكزبرة الخضراء. ومعايا حبيتين هنا من القلقاس، انا هغسلهم كويس وهقشرهم. هشيل الطبقة دي. طبعا انتوا شايفين القلقاس بسم الله ما شاء الله. ده الموسم بتاعه، واحنا بنعمله وبنخزنه، هنخزنه مع بعض ان شاء الله. وهقشر كده زي ما انتوا شايفين القلقاس، واشيل منه الطبقة اللي هي مش مستحبة في اوله كده. انا ما بدخلش على اللحم جوه، انا يا دوب بقشر كأنه بقشر بطاطساية كده. وهظبط الدنيا وهقشر القلقاس بتاعي، وهظبط الدنيا زي ما انتوا شايفين كده وهقطعه. بصراحة أكلة القلقاس جميلة جميلة وتحفة باللحمة، ممكن تعمليها بالفراخ، بس بتبقى في اللحمة بصراحة جميلة، بصراحة بتبقى ممتازة جدا. كلنا بنعشقها وكده. أنا قشرتها بسم الله، مش شايفين القلقاسة لونها أحمر كده وجميل، وهقطعها مكعبات زي حبايات البطاطس. هي نظامها كده براحتك، شوفي انتي حابة تقطعيها ايه، بس هي بصراحة هي بتتقطع مكعبات كده زي ما انت شايفة زي حباية البطاطس. وهقطع القلقاس معاكم كده زي ما انتوا شايفين زي حباية البطاطس كده. واللحمة طبعا معايا هنا بتتسلي على البوتاجاز، وانا حطيت الخضار بتاعها طماطم وبصل وورق لورا وحبهان وحبة من الجزر كده، وسبتها مع نفسها، ما حطيتش الملح بتاعها. سبتها مع نفسها بقى تستوي على بال ايه انا مظبط القلقاس بتاعي. صراحة اكل سريع واكلة جميلة، وانا عن نفسي بعشقها. وبصراحة يعني دايبة دوب. وبعد كده بعصر تكاية الليمون ده. طبعا القلقاس بيبقى فيه حاجة كده زي النشا اللي بنلاقيها في البطاطس. طبعا احنا بنحط الليمون كده عشان خاطر تمنع ان هو ما يبقاش مزلوق معانا ولا اي حاجة، يبقى زي حبات البطاطس كده. وهنا معايا طماطمايه انا خلطها في الخلاط كده، مش هتأثر على لونه في اي حاجة، بالعكس ده هتديله تسكيرة. وصفيتها كده بالمصفى من القشر وسبتها تغلي مع نفسها، حطيتها على الشوربة. ومعايا هنا شفشق الخلاط، ممكن كبة محضر الطعام اللي متوفر عندك. وهنزل بقى بالسلق بتاعي. انا خدت الورقة بس بتاعة السلق اللي هي الورقة الاساسية، وشلت العرق خالص. وبعد كده هقطعهم في الخلاط وهحط عليهم حبة من الشوربة كده، وهفرمهم في قلب الخلاط. وطبعا رجعنا تاني للشوربة. وها معايا هنا مصفى. هنزل طبعا بالخليط اللي احنا خلطناه ده بالمي بالعصارة بتاعته كلها في قلب الشوربة. طبعا. وبعد كده انا هاخد اللي هو التفل ده بتاع السلق والكزبرة، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. طبعا بس هنزل العصارة بتاعته الاول زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل اصفي فيه لحد ما اخليش فيه اي مية خالص. وبعد كده وهسيبه بقى طبعا يغلي مع نفسه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبعد كده كده خلاص انا صفيت خلاص السلق بتاعي مع الكزبرة بعد ما فرمتهم في قلب الخلاط. وبعد كده هفضل اصفي فيهم لحد ما اخليش فيهم اثر للمية خالص. وبعد كده زي ما انتوا شايفين طبعا الطماطم حباية الطماطم دي ما اثرتش، بالعكس ده اديته تسكيرة حلوة قوي.
لو مش عايزة تعمليها استغني عنها، مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنزل بالقلقاس بتاعي، شايفين هذا، حطيت الملح بتاعي وحطيت فلفل اسود وحبة كزبرة فقط لا غير، ما بحطش اي توابل تانية. وبعد كده بحط حبة كمون، يعني حاجة بسيطة خالص. لما هقرب اطفي عليه النار. شايفين القلقاس بقى محافظ على لونه، اللي هو اللون البنك الحلو ده. ونص الليمونة اللي احنا حطيناها دي بصراحة يعني منعت الانزلاق بتاع القلقاس. طبعا احنا عارفينه، بنجيبوه عارفينه. بصراحة بتديله كمان مزازة حلوة قوي قوي، يعني بصراحة بتخلي طعمه جميل وتحفة. مش بتأثر على طعمه في اي حاجة. وهسيبه كده يغلي مع نفسه. فقلنا نعمل حبة رز بالشعرية كده مع بعضنا. انا نقلته على العين التانية، وجبت حبة من الشعرية على معلقتين زيت كبار، وهفضل اشوح في قلب الشعرية كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة بسم الله ما شاء الله، حاجة خرافية وحاجة فاخر من الآخر يعني. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم وقدام عينيكم كل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص الشعرية اتحمرت معايا، ونزلت بكوبايتين رز، ونزلت بمعلقة ملح، ونزلت بمكعب ماجي. وهفضل اشوح كده واحط المية بتاعته. دايما الرز انا بحبه المية بتاعته مغطياه عقلة صباع كده، بيطلع معايا مظبوط ومفلفل وتحفة. قلنا نعمل حبة شوربة كمان لسان عصفور كده. شوحت، جبت معلقة من الزبدة ومعلقتين زيت، ونزلت بلسان عصفور وشوحته كده، حمصته. ونزلت بنص مكعب ماجي، ونزلت بالملح بتاعي، وهنزل بالمية. مية فقط لا غير، أنا مش هنزل بشوربة ولا اي حاجة. وطبعا هي المرقة غطت على اي شوربة ولا اي حاجة. ومعايا هنا جينا بقى للسلق اللي احنا ضربناه في الخلاط، وخدنا العصارة بتاعته حطيناها في قلب الشوربة. وبعد كده جبت معلقة سمنة بلدي حلوة كبيرة كده، وهنزل بالسلق بتاعي. شايفينه اخضر ازاي؟ هتشوفوه معايا دلوقتي لونه هيبقى ايه. وهفضل اشوح بيه فيه بقى لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. هتلاقوه طبعا هو اتحمص معاكم كده ولونه اتغير. شايفين دلوقتي هو اخضر يعني عادي. اول ما هتشوحه كده 10 دقايق على البوتاجاز يدي فيه عشان ما يتحرقش مني. وهتشوفوا لونه دلوقتي، شايفين لونه اتغير معايا ازاي. شايفينه ابتدى بقى الحبة اللي احنا حطيناها تقل لما بيتحمص، بتقل بقى. وهفضل اقلب فيه واشوح فيه. احنا لسه بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من التوم المفروم. انا عندي توم مفروم فرزاه في الفريزر. وانتي ما عندكيش ممكن تعملي فص توم كده كامل وتنزليه كده لما تحسيه يتحمص معاكي، عشان التوم ما يتحرقش مني. وهفضل اقلب كده زي ما انتوا شايفين وهشوح. وهنزل بحبة كزبرة كده، وهفضل اشوح فيه زي ما شايفين لونه اتغير بقى ازاي، اغمق كده. وتحسيه كده ان هو ايه، كأنك بتحمصي بصلة كده. ولما بتخش في السوا يعني بتبقى خفيفة كده معاك. وجبنا القلقاس ونزلت بقلب الطشة. شم الريحة بقى، مش قادرة اوصف لكم ريحته تحفة. وريحة السمنة البلدي مع الطشة خرافية. ولا اللون بتاعها ولا الطعم، يعني تمسكي الحتة القلقاسة كده تلاقيها زبدة، اقسم بالله زبدة. طبعا احنا عارفين ان هو الموسم بتاعه. شايفين حبة الطماطم اللي احنا حطيناها ما اثرتش على لونه في اي حاجة. لا جايز تقولي انا عايزاه اخضر مش احمر، هو فعلا لونه اخضر اهو. بسم الله ما شاء الله، تحفة. وكده نكون وصلنا خلاص. احنا كده غرفنا على السفرة رايحين نتغدى. وشايفين الرز مفلفل واللحمة مستوية والقلقاس دايب دوب. بصراحة حاجة خرافية، حاجة بصراحة فاخر من الآخر زي ما احنا متعودين. واللون الأخضر بتاعه الجميل اللي احنا عارفينه ان احنا متعودين عليه. وبصراحة دي أكلة شتوية وناس كتير بتعشقها. وكده وعملنا حبة لسان عصفور. شايفين اللون بتاعها ولون الزبدة ولا الريحة ولا الطعم، مش قادرة اوصف لكم. اللحمة وهو دايبة دوب. وبألف هنا وشفا وصحة على قلبكم. وشموا الريحة بقى، بقول لكم شموا الريحة. لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة لو مش مشتركة يا ست الكل. واشوفكم على فيديو جديد. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. انا بقول لكم ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.